جبت لكم كيراتين خطير بمكونات اللي هي بسيطة على قد الجيب، ولكن النتيجة واعرة بزاف بزاف البنات. كيرجع الشعر رطب حرير وفيه واحد اللمعة اللي هي زوينة بزاف بزاف. غديري لي اختي هاد الكيراتين هذا وغتشوفي النتيجة اللي غادي يعطي معاك. وصفة من اسهل ما يكون، غير نوضي وحيدي عليا العكز وصوبي معايا هاد الكيراتين وتهلاي ليا في راسك وفي شعرك اختي. وقبل ما نبداو الوصفة ديالنا ديال اليوم، ما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم. نزلوا دابا خليو لي لايك للفيديو، ربي يحفظكم وينوركم. فندوزو دابا نحضروا الوصفه ديالنا على بركه الله. فاول مكون اللي غادي نحتاجه البنات كيف ما كتشوفوا عندي هنايا ويلا ب 30 ريال درهم ونص اختي. خطيره وواعره بزاف بزاف، صراحه انا كتعجبني بزاف البنات. عندي ماسك ديال الشعر وعندي ديميلور، ولكن هذه ما كنستغناش عليها. كتعطي واحد الترطيب خطير، كتخلي في الشعر واحد اللمعه وواحد الريحه اللي هي زوينه زوينه بزاف، واحد الريحه ديال الاعشاب. لان هاد البلسم هذا ديال الاعشاب وقديمه بزاف البنات. هاد ولا هادي والطبع القديم ما عمرو كيتبدل. هادي راها سنين وسنين وهي كاينه. صراحة أنا كتعجبني لأنها النتائج ديالها فن البنات. وبالنسبة للبنات اللي ما عندهاش أو لا ما متوفراش في الدولة يعني اللي فيها هيايا، ممكن أختي أنك ديري أي بلسم متوفر عندك، أي بلسم كتستعمليها ولا متوفر عندك غادي تستعمليه. وبالنسبة للبنات المغرب إلا متوفر عندكم استعملوا ليا ولا في هذا الكيراتين هذا ضرورة البنات. فالغزالات ديالي غادي نحتاجو هنايا كذلك نسكافيه. بالنسبة للنسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، غادي ديروا نتوما أي نوعية متوفرة عندكم، أسطا نسكافيه، المهم أي نوعية البنات. وإلا عندكم قرعة غادي ديروا هكا واحد القياس ديال معلقة كبيرة كيف ما غادي تلاحظوا معايا. وبالنسبة للبنات اللي ما متوفراش عندها غادي تاخدي يا اختي ساشي ديال درهم وغادي ديريها ليا كاملة على هاد الوصفة هذه. وما ديروش البنات القهوة البن، لا غادي ديروا قهوة سريعة الذوبان. كيف ما شفتوا معايا البنات غادي نحاول نخلط هاد نسكافيه مع ويلا اللي درنا من قبل حتى كي كتذوب معنا مزيان مزيان هاد نسكافيه حتى كتذوب في هاد ويلا. كيف ما كتلاحظوا معايا البنات كنسرع معاكم الفيديو باش كنبغي نشارك معكم كل شيء بالتفصيل باش تفهموا لي الوصفه. راه دغيا كتذوب البنات كيف ما كتلاحظوا معايا، دغيا كتذوب كتولي بهذا الشكل هذا. غير كتستمر اختي في التحريك هكا واحد شويه، واحد 3 ديال الدقائق صافي راه دغيا غادي تذوب معاك وغادي تولي لك بهذا الشكل هذا. صافي هنا الغزالات ديالي شنو غادي نضيف على هاد المكونات هادو؟ غادي نضيف مكون حتى هو اللي هو رائع البنات، الصابون البلدي هو اللي غادي نضيف، حتى هو زوين زوين بزاف البنات للشعر. كيستعملوه بزاف في الكيراتينات الوصفات ديال الشعر لانه زوين بزاف. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا الصابون البلدي كيضر الشعر، لا نهائيا البنات، بالعكس كيعطي واحد النتيجه وواحد الترطيب وواحد اللمعان اللي هو رائع. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا درت 2 معالق من الصابون البلدي وغادي نخلط هاد المكونات هادو حتى كيذوب معنا هاد الصابون البلدي وكينسجم مع المكونات. وبالنسبه للكميه البنات راه غادي ديروا نتوما الكميه اللي بغيتو على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم، وعلى حسب شحال من واحد غادي يدير هاد الوصفه هادي او هاد الكيراتين. ممكن ديريه نتيا وختك او نتيا وبنتك او المهم الكميه كتبقى اختياريه، غير الا بغيتي كميه كثيره غادي تضاعف اختي المكونات. صافي اختي كتخلطي في هذا الصابون البلدي مع المكونات حتى كيذوبوا. هنايا غادي نضيف زريعه الكتان البنات اللي هي غزاله للشعر زوينه بزاف بزاف ومعروف انها كترطب الشعر كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها. هذا بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش الشكل ديال زريعه الكتان او بذور الكتان. صافي اختي كتاخدي زريعه الكتان وكطحنيها حتى كتطحن معاك حتى كتولي بهذا الشكل هذا. صافي وكتضيفي قياس واحد 4 ديال المعالق. وكيف ما قلت لكم الا ضاعفتي المكونات اي مكون درتو معاكم ضاعفيه باش هكا تحضري واحد الكيراتين اللي هو كامل مكمول. صافي اختي وكتعاودي تخلطي ليا المكونات حتى كينسجم زريعه الكتان اللي ضفنا مع المكونات الاخرى. اي مكون البنات ضفتوه خلطوه مزيان مزيان باش هكا تحصلوا على واحد الوصفه اللي هي يعني منسجمه مزيان مع بعضها.
صافي هنايا اخر مكون غادي نضيف البنات الزيت النباتيه او الزيت ديال الطياب. اي نوعيه البنات متوفره عندكم غادي ديروها. ما بغيتش نقول لكم ديروا زيت العود اولا زيت الزيتون باش هكا، لان كاين بزاف ديال البنات ما متوفراش عندهم، الله يحسن العوان. المهم راه حتى الزيت النباتيه البنات حتى هي راه كتعطي نتائج اللي هي زوينه بزاف في الوصفات ديال الشعر البنات، كتعطي ترطيب اللي هو زوين بزاف. كيف ما شفتوا معايا البنات درت قياس هكا واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه. المهم كيف ما قلت لكم لو سيور سيوف اي نوعيه البنات متوفره لكم غادي ديروها. وما بغيتش نقول لكم كيف ما قلت لكم ديروا زيت الزيتون اولا زيت الكوك. الا كان متوفر عندكم زيت الكوك ديروها عوض زيت هاد الزيت هذا، اولا ديروا معلقه من زيت النباتيه ومعلقه من زيت الكوك، وكذلك زيت الزيتون معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من الزيت النباتيه. اولا ديروا نفس الطريقه كيف ما درت معاكم. راه البنات انا هاد الكيراتين هذا صراحه كنديرو بهذا الشكل هذا وبهاد المكونات هادو، وكيعطينا واحد النتيجه اللي هي فنيه البنات واعره بزاف بزاف. ومن اول استعمال غادي تلاحظي في الشعر ديالك انه تغير، كتحسي بالشعر ديالك ولا رطيب اختي، وفيه واحد اللمعه اللي هي زوينه زوينه بزاف. وماشي اي كيراتين كيخلي اللمعان في الشعر. هاد الوصفه هذا البنات راه كتعطيه ترطيب ولمعان من اول استعمال. فبلا ما تعكزختي على راسك ونوضي وحضري لي هاد الكيراتين هذا. راه كيف ما شفتوا معايا مكونات اللي هي بسيطه بزاف، ولا درهم ونص. صابون البلدي خذ اختي 10 ريال، وكذلك نيسكافي خذي ليا غير ديك ديال درهم، ساشيه ديال درهم. وزريعة لك التمر اللي تاخدي حتى هي غير درهم اختي بركه. ايوا الزيت ديال الطياب او الزيت النباتيه راه متوفره في اي دار اختي. صافي اختي وكتخلطي ليا المكونات حتى كيكونوا بهذا الشكل هذا، يعني كتحسي بالوصفه تخلطات مزيان مزيان. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد الكيراتين، كتفرقي يا اختي شعرك على 4، وكل خصله كديري ليها هاد الكيراتين وكتبقاي تجبدي هكا ماشي بالجهد البنات باش هكا ما تضروش الشعر ديالكم. بحال الا كديري الترطيبه وكتبقاي ديريه للشعر ديالك حتى كديري الشعر ديالك كاملو، وكديري هكا واحد البلاستيكه او لابوني المهم اللي كاينه البنات. صافي كتخليها في الشعر ديالك ساعه حتى لساعتين، ساعه حتى لساعتين اختي. وقد ما خليتيها راه ما غادي تخافي حتى شي حاجه، بالعكس قد ما خليتيها قد ما كتعطي نتائج اللي هي زوينه زوينه. المهم الغزالات ديالي من بعد ما كدوز المده كتغسلوا الشعر ديالكم وان شاء الله باذن الله غادي تشوفوا النتيجه اللي غادي يعطي معاكم واحد اللمعان واحد الترطيب اللي هو خطير خطير ومن اول استعمال. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى الغزالات ديالي انها تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، اللايكات البنات. فخليت لكم الراحه الى فيديو قادم. سلامه.